النهارده يوم 30 أغسطس، ذكرى وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ صاحب جائزة نوبل في الأدب، وواحد من أهم الروائيين في عصره، ويعتبر من المجددين والمؤثرين في ثقافة المصريين. النهارده عايزين نخرج شوية عن الإطار العادي ونتكلم عن جوانب محدش كان عارفها ومعلومات محدش كشفها عن نجيب محفوظ. يلا بينا نعرف ونغوص في حياته. والمصرية بتقدم لكم في الفيديو ده 5 غرائب وطرائف عن نجيب محفوظ. بيكره الكرافتة وحلاقة الدقن بتخنقه. نجيب محفوظ ما كانش بيتكسف من الاعتراف بأكتر الحاجات اللي بتزعجه وبتسبب له ضيق، وصرح صاحب نوبل في واحد من اللقاءات الإذاعية اللي اتسجلت معاه ببيته احتفالا بعيد ميلاده إنه من أكتر الحاجات اللي بتضايقه إنه يلبس الكرافات وحلاقة الدقن كمان، وقال أنا قدرت أهزم الكرافتة وقلت مش هلبسها أبدا. أما بقى عن حلاقة الدقن فقال إنها كسبته وما قدرش إنه يكسبها وإنها شر لابد منه. هزم الصرع. اللي محدش يعرفه ان نجيب محفوظ خلال طفولته جاله صرع، وكان المرض ده يا اما بيؤدي للموت او الجنون، لان وسائل العلاج بتاعته كانت بدائيه جدا، ولو حد نجا منه بيسيب اثر فيه طول حياته. لكن على عكس المتوقع نجيب محفوظ قام منه سليم معافى، وقواه العقليه ما تاثرتش لحد وفاته، بل قدر ان هو ينتج لنا عدد من الاعمال الادبيه والفنيه ما تطلعش الا من واحد عبقري، ولو فضلنا نعدهم مش هنخلص. بيجامة وفحل بصل مع سفير السويد. فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب سنة 88 من القرن الماضي حاجة ما كانتش متوقعة بالنسبة ليه هو. تصور انه ما كانش يعرف انه من ضمن القائمة النهائية المرشحة من الاساس، وبعد ما الخبر انتشر بلحظات قليلة وصل السفير السويدي لبيته عشان يسلمه هدية بسيطة قبل ما يسافر السويد عشان يستلم الجايزة، وكانت الزيارة مفاجأة، فاضطر محفوظ انه يقابله وهو لابس البيجامة وكان واكل قبلها فحل بصل. كان طالب فاشل. عشان تعرف ان النجاح في الدراسة في كل المراحل مش مقياس على نجاحك، نجيب محفوظ في مرحلة الكتاب والحضانة كان طالب بليد جدا، وكان بيكره الدراسة كاره العمى، لكن القصة دي اتغيرت بعد إصابته بالصرع عشان يبدأ يهتم بدراسته ويتفوق فيها. الكنز الضايع. رصد الكاتب العالمي الحياة في العتبة الخضراء، الحياة بشكل عام، من خلال مشروع رواية بتحمل نفس الاسم، وضم في تصوره أسماء بعض الشخصيات من البياعين والمرة في ميدان العتبة. طيب هي الرواية دي ظهرت للنور؟ لا، وهقول لك ليه. أديب نوبل العالمي سلم مشروع رواية العتبة الخضراء للكاتب عبد الرحمن الشرقاوي، اللي أعجب بيها جدا وقرر إنه يصيغها في سيناريو مسرحية. انشغل الشرقاوي عن رواية العتبة الخضراء وضاعت وسط أوراقه، وحاول كبار الكتاب إنهم يوصلوا ليها، لكن مفيش أي حد وصل لها لحد دلوقتي عشان تتسمى بالكنز الضايع. المهم قول لنا بقى في الكومنتات أجمل رواية وأكتر فيلم بتحبه لنجيب محفوظ.